السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. النهاردة بقى هنجاوب على سؤال مهم جدا جدا جدا، أكيد بيدور في دماغنا كلنا. طب هو أنا كده هستخدم أنهي طريقة في طرق السلكت؟ يا ترى هستخدم الاي دي ولا هستخدم الكلاس ولا هستخدم اسم العنصر نفسه؟ هو أنا لما أجي أكتب السي اس اس أصلا، يا ترى اكتب السي اس اس احسن جوه العنصر ولا اكتب السي اس اس في تاج ستايل اللي جوه الهيد ولا اكتب السي اس اس في ملف خارجي؟ هجاوبكم النهارده على كل ده. اول حاجه عايز اعرفها، هو انا لما اجي اكتب السي اس اس يا ترى اكتبه هنا افضل جوه العنصر ولا اكتبه في تاج ستايل ولا اكتبه في ملف خارجي؟ الحقيقه ان افضل مكان تكتب فيه السي اس اس بتاعك هو خارج التصميم بتاعك في ملف خارجي يكون امتداده سي اس اس. اشمعنى؟ ليه دي افضل طريقة؟ تخيل معايا لو انت عندك الموقع بتاعك 50 صفحة، عندي 50 صفحة في الموقع بتاعي. هل انت متخيل انك لو في تنسيقات معينة مشتركة ما بين ال50 صفحة، كل ما هتفتح الصفحة هتفتح تاج الهيد، تفتح تاج ستايل، تكتب نفس التنسيق المتشابه في 50 صفحة، يعني هتكتبه 50 مرة؟ خدت بالك من المشكلة اللي أنا بتكلم فيها دي؟ طب وهل لو أنت كتبت في ملف خارجي كده اتحلت؟ طبعا اتحلت. إزاي؟ ما أنت لو كتبت التصميم بتاعك لو كتبت بقى التنسيق بتاعك في ملف خارجي، هتقدر تعمل لينك لل50 صفحة مع صفحة السي اس اس. يعني لو عندك 50 صفحة HTML تقدر تعمل فيهم كلهم تاج اللينك ده، فهتربطهم كلهم بصفحة السي اس اس اللي مكتوب فيها نفس التنسيق اللي بيشتغل على ال50 صفحة، وبالتالي يبقى انت كتبت السي اس اس بتاعك مرة واحدة بس، وربطت المرة واحدة بس اللي انت كتبتها دي مع 50 صفحة HTML، مع 100 صفحة HTML، مع مليون صفحة HTML. يبقى انا بكتب مرة واحدة بس، واقدر استخدم الكود اللي انا كتبته مرة واحدة اكتر من مرة. لذلك افضل طريقة تقدر انك تكتب بيها السي اس اس بتاعك انك تكتب السي اس اس بتاعك في ملف خارجي. الميزة التانية في انك تكتب السي اس اس بتاعك في ملف خارجي ان الافشنسي او الكفاءة بتاعت الموقع بتاعك بتكون احسن. ليه احسن؟ في ايه يعني؟ لما حضرتك بتيجي تفتح البراوزر او المتصفح بتاعك علشان تشغل الموقع بتاعك، اول لما بتشغل الموقع بتاعك البراوزر بيعمل لود في الكاش ميموري، في الذاكرة بتاعة البراوزر او في الذاكرة بتاعة الجهاز، بيحمل الملفات بتاعة الموقع دي. فلو انت كتبت السي اس اس بتاعك في ملف خارجي، البراوزر اوريدي هيكون حمل اصلا الملف ده عنده في الذاكرة، فلما تيجي تفتح الموقع مرة تانية مش هيحمل الملف من اول وجديد، هو اوريدي حمله قبل كده، فتلاقي الموقع بتاعك بقى اسرع. تيجي ناس كتير تقول لك انا بحب الكروم علشان الكروم اسرع في البراوزنج. لا يا عم، مش اسرع ولا حاجه، هو بس حمل الملفات بتاعته في الكاش ميموري بتاعه الجهاز، فانت كل ما تفتح الموقع تحس ان الموقع اسرع، تحس ان الموقع اخف، لانه ما بيحملش الملفات دي، هو حملها مره وخلصت. لما بيحصل لها بقى ان الصلاحيه بتاعتها تخلص يبتدي يحملها من اول تاني، فده ما بيحصلش كل يوم، ما بيحصلش كل ساعه. فانت كل ما تيجي تفتح الموقع بتاعك تلاقي الموقع بتاعك بقى اخف. علشان كده بنقول ان طريقه انك تستخدم السي اس اس بتاعك في ملف خارجي هي افضل طريقه، من حيث كفاءه الموقع هتبقى اسرع، من حيث انك تقدر تستخدم التنسيقات دي اكتر من مره في صفحات مختلفه. لو التنسيق بتاعك عايز تعمل حاجه سريعه مش هتستخدمها في صفحات تانية، تقدر تستخدم الطريقه انك تكتب الستايل بتاعك جوه العنصر. لو الستايل اللي انت هتكتبه جوه العنصر كتير، يعني هتكتب كذا جملة ومش هتوديها لحد تاني، مش هتورثها في صفحات تانية، ده هي بس بتاعت حاجة معينة هنا، فبدل ما تكتب CSS كتير في السطر بتاعك وتخلي منظر الكود رخم، ممكن تكتب الكود بتاعك في تاج ستايل هيبقى منظم بشكل اكتر. يبقى ال CSS اللي بيتكتب في العموم خليه احسن في ملف خارجي.
لو في CSS حاجة صغيرة سريعة عايز تعملها تقدر تكتبها جوه العنصر نفسه. لو ال CSS حاجة سريعة عايز تعملها بس مش صغيرة، فيها مثلا 3 4 5 تنسيقات، بدل ما تقعد تكتبهم في نفس السطر لا اكتبهم جوه تاج ستايل اللي في الهيد. ده في حالة انك التنسيقات دي في حاجة بس في صفحة معينة ومش هتستخدمها تاني. يبقى انا كده وضحت لك امتى تستخدم الطريقة دي، امتى تستخدم الطريقة دي، امتى تستخدم الطريقة دي. السؤال التاني وهو يا ترى استخدم الاي دي ولا الكلاس ولا الاليمنت نيم بتاعي؟ الاجابه هي على حسب الحاله. يعني ايه على حسب الحاله؟ يعني لو انت هتستخدم السي اس اس ده فقط لمره واحده ومش عايز تورث التنسيقات دي اكتر من مره، استخدم طريقه الاي دي. لو انت التنسيقات دي عايز تورثها لاكتر من عنصر، استخدم طريقه الكلاس. لو انت التنسيقات دي عايز تورثها لكل العناصر، استخدم طريقه الاليمنت نيم. خدت بالك هنا انا هنا قلت لك اكتر من عنصر، يعني ممكن يبقى اكتر من ديف بس مش كلهم. انما الاليمنت نيم كل العناصر. لو انت عايز تورث التنسيقات دي لكل العناصر بدون استثناء حد، خليك في طريقه الاليمنت نيم دي. يبقى احنا كده النهارده جاوبنا انهي انسب طريقه تكتب فيها السي اس اس، وير تكتب فين السي اس اس بتاعك، ايه احسن مكان، وجاوبتك ايه هي احسن طريقه تختار بيها عنصر HTML. وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهارده. اتمنى ان السيشن تكون كانت سهله وبسيطه. لو حد عنده اي سؤال ما تترددش ابدا في انك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وانا دايما موجود عشان اجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لاكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم. كنت انا معاكم امير فاروق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.